صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكومة التونسية والرئيس التونسي من وقت بورقيبة كانوا دائما ما يمشوش على الواقع الطبيعي، وكانوا يجهضون جهات لفائدة بعض الجهات الأخرى. في أمريكا هناك جهات غنية وهناك جهات فقيرة. في فرنسا في كل أنحاء الدنيا هناك جهات غنية وجهات فقيرة. مش معقول الجهات الغنية نهزولها فلوسها وثرواتها ونعطيوها إلى جهات أخرى. الله غالب، الله غالب. البترول اللي في ليبيا قاعد ماشي أغلبيته إلى العروش اللي عندها البترول، وهيك علاش صارت تو المشاكل، وهيك علاش معناها تو الدنيا قامت وقعدت. وقت اللي حبوا باش ينحوا ثروات متاع بعض الجهات يعطيوها الجهات أخرى. يبدو هذا الشيء غير طبيعي، وأن الحكومة يلزمها doit rétablir l'équilibre économique dans le pays. لكن على الأقل يلزم l'établissement de l'équilibre dans un pays، التوازن، خلق التوازن الاقتصادي في المدن. مش on va appauvrir، نفقروا جهة منجة للفوسفات أو للبترول وناخذوه هذاك الكل ونحيو الثروات هذية من تطاوين وإلا من قفصة ونصبوها الكل في الساحل، ونصبوها يعني في المستير أو في سوسة كما صار وقت بورقيبة. الثروات ماشية للمستير والثروات ماشية لسوسة وقت بن علي. هذا حسينا بيه راهو، والناس كل حاسة بيه، غير أن الشعب التونسي وشعب مسالم ما يحبش المشاكل. تو بعد الثورة الجهات قالت يا أخي المال اللي ماشي مش عارفة للنوار، المال اللي ماشي للورد والياسمين، الزيتونة متاع البلاد أولى به. هذاك علاش ثم قلاقل توا. هاتوا تشوفوا مثلا ايش طالبين الكفاسة طالبين قالك يا اخي الفوسفات في جهة قفصة يلزم ما نجيبوا حتى عامل ولا حتى مهندس ولا حتى اطار من جهة اخرى الا ما تفضل البلايص وما لقيناش ما يسد ذلك من اولاد الجهة. ما تجيبليش ناس من الساحل وتخدمهولي فيه. هذا كان موجود. كومبانية فوسفات كانت محبية بالاجانب. أو نشوفوا مثلا احنا عندنا تجربة. نشوفوا وقت اللي تعملت لزاتولي ميكانيك دي سهال، كان في القانون الأساسي متاعها ما يدخل يخدم إلا أولاد الساحل. فالشركة ذي ما يخدم حتى قفصي، وما يخدم حتى واحد من القاسرين. والغريب في الأمر أن إذا كان نقولوا الحكومة حادة تعمل في توازن اقتصادي، تهز ثروات جهة تديها الجهة الأخرى، نرحو أنا مثلا جهة القاسرين فقيرة وأفقر جهة في الولاية في الجمهورية التونسية جهة القاسرين. معليش الفلوس تمشي من قفصة وتمشي من تطاوين وتمشي من توزر، تعمل قنطرة هكا تعدى فوق القاسرين وتمشي للساحل. عليه ما تمشيش شوية القاسرين. تعرفوا مليح القاسرين، أنا مشيت لها برشا مرات، يعني
ايام الجمر ابيان ما تلحقش فيها الشباب، تلحق فيها كان الشياب وصغار، لان الشباب كله هاجر البرع. وافقر ولاية في الجمهورية التونسية هي ولاية القصرين. والله نحب نقول محافظة، ما نحبش نقول ولاية، لان اكره الولاية والولاد، اكره الولاية ومن يتحمس هذه المهنة. الوالي يبدأ كرهبة الرئيس، تمشي هو يجري وراها كيف الكلب، كيف الطاروس، تلقاه يجري ها الكرهبة تجري والوالي يجري وراء الكرهبة. خزيت على هالولات هذوما اللي يجروا كيف الكلاب وراء كرهبة الرئيس كي تعود تدور في البلاد. احنا نحبوا محافظين عندهم كرامتهم، يقومون بالمحافظة على المحافظات، على الجهات. الولاية احنا بنقول لك احنا كنا موالين، لا يا اخي، انت والي وحدك للحكومة، اما الشعب اللي عايش في الجهة هذيك ما هوش بالضرورة يكون موالي، حتى هو ولاية تخليها محافظة. واذا كان حبيت انت تسمي روحك والي يقعد والي ميسالش. مرة نرجع الموضوع الاساسي، وان لابد من مراعاة هذا. احنا ما قلناش ما نحبوش التوازن الاقتصادي اللي هي ولكن مش ممكن باش نلقاو ولاية قفصة يعني فيها البطالة نسبيا اكثر من سوسة او اكثر من مستير، رغم اللي يعني نظريا للديموغرافية النسبة الديموغرافية في البطالة موجودة في قفصة أكثر بكثير من الموجودة في المستير أو في سوسة. عجل يعني البلاد كان يسير فيها رئيس مستيري وبعد جاء رئيس من سوسة، ف يعني سوسة والمستير تجم تقول عايشين 50% على ثروات قفصة وعلى ثروات معناها الجهات الأخرى كما تطوين ولا كما توزر. لو نتصوروا احنا توا يعني نتصوروا أن توزر فيها تمور كثيرة وفيها نوعية من التمور الكثيرة، والتوزرية يبيعوا في ثرواتهم إلى الخارج يشطحوا فيها ويبيعوا فيها في البلاد. شوف اللي ترى الفلوس الفلوس متاع التمور وين ماشية بطبيعة الحال باش تمشي عندها توزرية كل خاطر الفلاح ينحي الدقلة ويبيعها ويحط الفلوس في جيبه. اما اذا كان نشوف الفوسفات لا، الفوسفات معناها العائدات تاع الفوسفات يعني تتصب للدولة من عند الدول، معناها تتصب للدولة او عندها ريزو تمشي فيه والدولة تاخذها من غادي لغادي، عندها طرق الدولة باش تاخذ الفلوس تاع الفوسفات من غير ما يعرفوا ولاد البلاد وين مشات الفلوس هذيك. ولا البترول تلقى الثروات ياخذوا فيها من تطوين، والمكتب نتاع الإدارة اللي ياخذ في الفلوس تلقاه في تونس، مالها والإدارة في تونس. شركة الفوسفات كذلك كانت إدارتها في تونس، بحيث الأموال اللي تجي لتونس غادي تتصب في تونس وما يمشي للجهات إلا القليل. هذا الحيف نتاع الإجهاض الجهوي. اليوم الشعب التونسي رفضه وعنده الحق، إلى ريزون الشعب التونسي عنده الحق كي يرفض شو اسمه، مش على خاطر الباشا حايد السبسي مستيري يسمو ياخذ الثروات نتاع قفصة ولا نتاع ولا نتاع تطوين ولا نتاع معناها جهات أخرى ويصبها في المستير، ما خلوش وما عندوش حق يعمل هكا. ده كوردو تاخذ شوية ما مش تاخذ الكل، ما انت وتخلي يصبها في القصرين. ترى انت ليش تصب فيها غاد ما تحب التوازن الجهوي، صبك الثروات شوية في القصرين. هذا يسمى حيف،
وهذا يسمى إجهاض للجهات. ونطلب من الشعب التونسي باش يقف وقفات، يعني ينهي وقفات متاع رجال ينهي فيها هالبث اللا منطقي والإجهاض الجهوي لفائدة جهات منها الرئيس ومنها يعني رئيس الحكومة ورئيس الدولة والشخصيات. يا أخي كل ولاية ايش عطاها ربي، لا محالة عاونها شوية، أما مش تمص الثروات كاملة وتخلي يعني تطوين يعني شوية تشبه للصحراء.